31 من تمريره من حسام عاشور بيحرز الهدف الاول للنادي الاهلي. كابتن علاء، النادي الاهلي بيفوز جدا عشان بيلعب كرة سهله، كرة سريعه، في سرعه في التفكير، في سرعه في التصرف، مش حسام لكل الفرقه. فعشان كده بيديك ان النادي الاهلي مجهوده قليل، لا بالعكس ده في سرعه، سرعه في التفكير وسرعه في التصرف وسرعه في الاداء. فده اللي مدي الايحاء للنادي الاهلي المباراه بالنسبه له سهله. ودي مميزات الفرقه الكبيره. نعم. تمام. فانا شايف ان النادي الاهلي عامل جيم عالي جدا 45 دقيقه. وفي المقابل ان نادي طنطا يعني هي دي امكانيات لعيبه، لكن ما تقدرش تقول ان هم فرقه منهاره، لا بالعكس، يعني فرقه واقفه طنطا المصري غير طنطا الاهلي. كانت عاليه شويه كده، والراجل طالع وراكب الكره، عايزه تروح في زاويه يا خالد، عايزه تروح في حته بقى على شمال او على يمين الجول، رغم ان يعني كان يعني ساند شويه كده على صالح موسى، لكن خلاص هو طالع وراكب الكره، عايز بقى يحطها، يوطي كده ويركب الكره يحطها في الارض، تروح في اي حته سواء على شماله او على يمين الجول. لو حلوه هفضل اقول حلوه للصبح، عملت حلوه جدا جدا من محمد ناجي جده. ادي ماكيدا، اخوان ماكيدا. ريتشارد بافور 89 دقيقة من احداث المباراة، وقت الصعب جدا على الاجهزة الفنية واللعيبة، يمشي الحكم ويدي الفرصة. حسني رجع تاني بعد ما حس كده ايه حد يتكلم ولا ايه، هشام عبد الحميد هيدي كارت احمر في اعتقادي، واخد انذار محمد فتحي، واخد انذار كارت احمر مباشر. لو اداله حتى الانذار الثاني لازم يطلع الانذار وبعدين الكارت الاحمر. اعتراضات بدون داعي. الكرة كانت بين اقدام لعيبه النادي الاسماعيلي، ورجع تاني هشام عبد الحميد بقرار وكارت احمر لمحمد فتحي لاعب الوسط اللي كان بيشتغل جنب عماد حمدي. بص اللعبه من اولها، ادي محمد فتحي اهو خلص الكوره ومشى الحكم، ادى الفرصه لعيبه النادي الاسماعيلي. ممكن يكون شاف حاجه، خلي لنا الصوره شويه. خدوا واحده كده قلم على الماشي. بص اهو محمد فتحي، اكيد المساعد شافه وكلمه لان الحكم خلاص كان اداهم ظهره. بص بقى، سيب لنا كده، ادي القلم اهو، ادي القلم وكارت احمر مستحق. اداله قلم على وشه الراجل ده، لو ابوه مش هيضربه القلم ده. والله كان الجو. وادي الكابتن محمد عوده المدير الفني لفريق نادي المقاولون العرب، وعلى طول من خلال اخراج التلفزيوني حسام منصور بيجيب كل يا حظك يا احمد علي. احمد علي وفرصه ضيعه لنادي المقاولون العرب لاضافه هدف ثاني لهم في هذا اللقاء في الدقيقه 38 من الشوط الثاني لهذا اللقاء. كاد احمد علي كامل ان يسجل هدف ثاني لنادي المقاولون العرب. نشوفها تاني مع بعض، كره عرضيه حلوه خلف دفاعات سموحه وتوصل الى السيد فريد ابو جبل. وادي كوره وكان بيعدي هنا احمد علي، انما اشار المساعد الثاني مع حكم اللقاء. طبعا الكابتن محمد كياله مساعد الثاني في هذا اللقاء اشار مع حكم اللقاء كابتن صبري ابراهيم بضربه جزاء. لن اتطرق الى هذه الجزئيه، في استوديوهات تحليليه طبعا بتعقب، يطمع في هدف ثاني محمد ابو جبل. 40 دقيقه، دقيقه 40 وضربه جزاء للمقاولون العرب. والله نجتاز الان دقيقه 40 كمان. محمد رامي عادل ومواجهه مع الحارس ابو جبل. ادي امامنا رامي عادل وضربه جزاء للمقاولون العرب. يتقدم رامي عادل ويضع هدف ثاني للمقاولون العرب على يمين الحارس محمد ابو جبل. هنا طبعا بيحمد ربنا على هذا الهدف الكابتن محمد عوده المدير الفني للمقاولون العرب، لتصبح النتيجه 3 نادي سموحه 2 المقاولون العرب في مواجهه ممتعه بكل مقاييس هنا في استاد الماكس بالاسكندريه بين سموحه علي. شوفها تاني مع بعض، كرة عرضية حلوة من رمزي خالد. والله دعامة حقيقية في الجانب الايسر لنادي المقاولون العرب، حلوة العرضية. وعلى طول الرأسية من احمد علي كامل، ارتقى فوق الجميع، وجب الرأس عشان ندرك تعادل لفريق نادي المقاولون العرب. يا ولد بص اللعيب، لعيب كبير يا جماعة، احمد علي لعيب كبير، مهاجم كبير ومهاجم في مواصفات المهاجم الدولي. وبالفعل احمد علي كامل ارتقى فوق الجميع، وجب الرأس وادرك التعادل لفريق. هدف شوط اول مثير جدا، الهدف الاولاني عن طريق احمد رؤوف،
غلطه دفاعيه وتستمر الاخطاء الدفاعيه بشكل كبير في الاسبوع ال 25، ودي نقطه هنتكلم فيها مع الكباتن. الجون الثاني ولا اروع ولا ابدع، واحد من احلى اهداف في وجهه نظري المتواضعه اهداف البطوله السنه دي، ملعوبه 1-2 بشكل لطيف قوي بين عمر جمال لجده بيجيب الهدف الاول للمقاولين. الناحيه الثانيه احمد حسن مكي بيشوط يصدها ابو السعود، ترجع لنبيل منجا بيحطها ولا يتاخر تماما علشان يضيف الهدف الثاني، ويتقدم سموحه على المقاولين 2-1. مهاري عمر جمال ده لاعب مهاري بيمتلك من المهاره الكثير والكثير اللي بترجح الكفه لفرقته، وطبعا محمد ناجي جده قبل الهديه وعلى طول ادرك التعادل لنادي المقاولون العرب. لو قلنا الجهاز الفني لسموحه، الكابتن عاطف حنفي مدير كره، كابتن مؤمن سليمان بيلعب كره، هبكه بتتكلم، وهدف التعادل لفريق نادي المقاولون العرب محمد ناجي جده في الدقيقه 15 من بدايه اللقاء. محمد ناجي جده ينجح في ادراك التعادل لنادي المقاولون العرب لتصبح النتيجه تعادل ايجابي 1-1. سموحه والمقاولون العرب هنا في استاد حرس حدود بضاحيه المكسب غرب الاسكندريه. انما ايه الراجل عمر جمال ده عيب كبير يا جماعه، بالمغناطيس كده عمله بالمهاره وخلاه منفرد، وقدر جد لان هو بالفعل واحد من اللاعبين الممتازين والمتميزين والمؤثرين في تسجيلك. بص الراجل عمر عملها له ازاي اللي جده اللي في اللحظه بتقدم الحارس محمد وجاب لملاقاته بيسقطها. يا سلام عليك يا عمر يا جمال، يا سلام عليك يا جده، حلوه تمريره حلوه من عمر جمال، والهدف رائع من محمد ناجي جده، واحلى بالفعل في الشباك، قال لها روح راحت، قال لها مرت، وبالفعل سجلت هدف التعادل لنادي المقاولون العرب لتصبح النتيجه 1-1. سموحه والمقاولون العرب مباراه حلوه. مرة تانية بنقول رزاق خطر جدا يا جماعة، وده اهو طلعت بيقول هعمل ايه، صعبة جدا. جيروم ويا بصوا المجهود، وبصوا الروح العالية، وبصوا الكفاح، وبصوا التعب يا جماعة. اللي بيتعب بيلاقي، انما اللي ما بيتعبش بقى ما يلاقيش، هيدور على ايه؟ اتعب في الملعب، اتعب وكافح وجاهد وقاتل، ربنا هيكرمك. ادي جيروم ويا، بص اللقطة، يا سلام يا احمد يا رمزي لو تجيبها لنا من البداية، ايوه هي دي، بص التعب، بص القتال، بص الروح، بص الضغط، بص الكفاح، بص الزاوية ازاي مفتوحة، خطر قدامه، هي رايحة. يتقدم رزاق بهدف في الدقيقة 32. رزاق يتقدم بهدف، وليس مسؤولية الحارس اللي قدامنا، انما مسؤولية ايه؟ ميدو هنا في استاد بنها وترقب، وادي حسام حسن، وادي تسديده، الهدف الثاني للشرقيه، رصاصه الرحمه، حسام حسن يطلقها، 2 الشرقيه لا شيء الداخليه، بيحرز الهدف الثاني حسام حسن عشان يتقدم الشرقيه بهدفين للا شيء، عشان يأكد فوز فريق الشرقيه بنقاط المباراه. اعتقد الوقت المتبقي لم يسعف فريق الداخليه، ثواني على النهايه. كرة في نص الملعب، اسلام كمال مقطوعه، ياخد علي دياب، وصف